المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ميادين نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. مناقشة تنفيذ حملة التطعيم الوطنية في إقليم جنوب البحر الأحمر. إدارات الضواحي في أفعبت تعمل على الحفاظ على المواقع التاريخية. الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يعمل بجدية لتعزيز تأطراته. غوتيريش يدعو لأقصى درجات ضبط النفس بين إيران وإسرائيل. شولتز يبدأ زيارة إلى الصين وسط قضايا تجارية وجيوسياسية معقدة. مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. عقد اجتماع في مدينة عصب يوم 13 من إبريل لمناقشة تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية وتوزيع فيتامين أ في الإقليم. وقال رئيس فرع الصحة في الإقليم السيد يمان الصقاي إن مناخ الإقليم وموقعه الجغرافي وقراه المتفرقة تجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه الحملة، إلا أن المشروع سيتم تحقيقه بفضل المشاركة الفعالة للأهالي وتعاون الشركاء. وأضاف أنه سيتم تطعيم حوالي 11,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و5 سنوات ضد الدرن والحصبة الألمانية في الحملة التي تنظم في الفترة من 24 وحتى 28 من إبريل. كما سيتم تطعيم حوالي 12,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات بفيتامين أ. وذكر السيد تدروس يحدقو رئيس برنامج التطعيم بوزارة الصحة إن الحملة الوطنية تهدف إلى تغطية المناطق التي لا يتوفر فيها التطعيم المنتظم والوقاية من عواقب المرض، مشيرا إلى وضع برنامج لتطعيم أكثر من نصف مليون على مستوى البلاد. وأوضح أن التطعيم سيتم بطريقتين، مضيفا أنه سيتم إعطاء اللقاح الأول أو الثاني عن طريق تحديد من لم يتلقوا اللقاح في 36 مديرية، وسيتم إعطاؤه للجميع في المديريات 22 المتبقية. كما سيتم منحه في 3 مديريات من المديريات ال4 في الإقليم. وحث المشاركون على توزيع المركبات مع مراعاة بعد القرى وأخذ الحملة المبكرة على محمل الجد. وشدد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي على أهمية التطعيم خاصة في الإقليم، وحث جميع الجهات المعنية على التعاون وتخصيص الموارد المتاحة لأنها تدعم التطعيم المنتظم. وارتفعت تغطية التطعيم في الإقليم من أقل من 30% في عام 1995 إلى 95% بحلول عام 2023 وفقا لوثائق فرع وزارة الصحة. يعمل سكان ضاحية معو ومدينة نقفة مع أفراد قوات الدفاع الإريترية في المنطقة للحفاظ على المواقع التاريخية وآثار نضالنا من أجل التحرير. وقال المواطنون حصوننا البطولية هي آثار لهويتنا وتاريخنا، مستذكرين مساهمة مواقع جبهة نقفة في إحباط الغزوات وإنقاذ حياة المقاتلين، وأكدوا أنهم سيقومون بكل ما يطلب منهم للحفاظ على التراث. وقد تم حتى الآن من خلال البرنامج الذي يركز على إصلاح وإنشاء القنوات والأنفاق والجيوب، تم إصلاح حوالي 2.5 كيلومتر من مواقع مركبنا وفيدلبي وتاب سلام وفرنيلو. كما تم تحسين أكثر من 30 كيلومترا من الطرق المؤدية إلى موقع فرنيلو التاريخي والجبهة اليسرى لنقفة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإريترية. قدم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع الإقليم الأوسط تقييم عمله لممثلي الشعب في 16 مديرية في الإقليم في الفترة من 11 من مارس إلى 14 من إبريل. وفي الاجتماع الختامي الذي عقد في بريخ، قالت رئيسة الفرع السيدة ألم بلاي إن الاتحاد سيعمل بجد أكبر لتعزيز منظماته وتحسين سبل عيش المرأة ورفع وعيها السياسي. وفي شرح أهمية وفوائد المنظمة، ذكرت السيدة ألم المرأة الإريترية فوق سن 16 سنة بالانضمام إلى الاتحاد، وحثت الأمهات على أن يكون قدوة لأطفالهن وغيرهم.
وقالت إنه بحلول عام 2023 عقدت معظم المديريات اجتماعات منتظمة لتحديد نقاط الضعف والقوة، بينما تقوم المديريات الأخرى بعقد لقاءات تهدف إلى سد الفجوات في عملية التنظيم، وحثت على ضرورة غرس ثقافة التقييم السليم للأنشطة وتصحيح نقاط الضعف كثقافة لتنفيذ الخطط المستقبلية بفعالية. وذكرت المشاركات باتخاذ التدابير التصحيحية للقضاء على الممارسات الضارة وزواج القاصرات وفتح فرص التعليم المسائي في المديريات والضواحي وزيادة أنشطة الاتحاد في مراقبة وضع المرأة. في الختام، وبعد مناقشة برامج 2024 بشكل عام وبرامج زيادة الوعي السياسي للمرأة ومشاركتها بشكل خاص، أكدنا مجددا الاستعداد لتعزيز المنظمات النسائية والقدرة المهنية والنمو الاقتصادي. يتم بذل جهود متضافرة لمنع انتشار مرض الملاريا التي ظهرت مؤخرا في مناطق كثيرة بمديرية أفعبت. وقال رئيس الخدمات الصحية في المديرية الممرض الأمين إبراهيم لوكالة الأنباء الإريترية إن تفشي المرض كان منحصرا خلال العام الماضي على ضاحية قلامة فقط، وأضاف أن هذا العام تفشى المرض في مناطق ضواحي مهداف وشابايت وكذلك شرق وغرب مدينة أفعبت. وقد كشفت الاختبارات التي خضع لها أكثر من 200 مواطن عن إصابة 11 شخصا. وأضاف أن عدد الإصابات التي كانت تصل نحو 90 في يناير وفبراير انخفضت إلى 24 في مارس، وذلك بفضل أنشطة النظافة البيئية ودفن البرك وأماكن توالد البعوض ورش المبيدات والأدوية وحملات التوعية المكثفة. وقال الممرض الأمين إنه وكجزء من برامج الوقاية الجارية يتم توزيع أكثر من 45 ألف ناموسية، داعيا المواطنين لترسيخ ثقافة النظافة البيئية والتعامل الجيد مع الناموسيات الموزعة مجانا. قتل في حادث مروري وقع في 14 من إبريل، قتل ما لا يقل عن 14 شخصا من بينهم 3 أفراد من عائلة واحدة عندما انقلبت حافلة تقل ركابا من أسمرة إلى تساني بالقرب من مدينة بارنتو. وقع الحادث عند جسر في منطقة قريبة من مدينة بارنتو على بعد 232 كيلومترا من العاصمة أسمرة. وقال إسياس أبرهة ضابط التحقيق في حوادث شرطة المرور بإقليم القاشبركة إن 16 شخصا أصيبوا بجروح بالغة و38 بجروح طفيفة عندما سقطت الحافلة العامة التابعة لشركة ستايو ورقم لوحتها ER3A 1854 من ارتفاع يبلغ 4 أمتار ونصف المتر. وأضاف أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى المرجعي لإقليم القاشبركة والمركز الطبي للجبهة، مضيفا أنه يجري التحقيق في سبب الحادث. وأشاد بسكان مدينة بارنتو وفريق الأطباء المسافرين من أسمرة لمساهمتهم في مساعدة الضحايا، وحث السائقين بشكل عام وحافلات النقل العام بشكل خاص على تجنب ممارسات القيادة الخطرة والتأكد من صحة وسلامة مركباتهم. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، مذكرا أعضاء المنظمة بأن الأعمال الانتقامية التي تنطوي على استخدام القوة محظورة بموجب القانون الدولي. وشنت إيران الهجوم ردا على غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا في الأول من إبريل أدت إلى مقتل ضباط كبار بالحرس الثوري الإيراني. وفيما تصدرت الإدانات الغربية الرد الإيراني على إسرائيل، تعالت كذلك الدعوات للتهدئة ومنع التصعيد بالمنطقة. من جانبه قال ممثل إيران في الأمم المتحدة إن النظام الإسرائيلي انتهك ميثاق الأمم المتحدة، وإن القوات الإيرانية شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار حق الرد. فيما قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة إن العالم يشهد تصعيدا غير مسبوق بعد هجوم إيران. بدأ المستشار الألماني أولاف شولز جولة تستمر 3 أيام في الصين بهدف تعزيز العلاقات مع الشريك التجاري الأول لألمانيا، مع التطرق إلى مواضيع حساسة بما في ذلك الممارسات التجارية الصينية وموقفها من روسيا. وقد بدأ شولز الذي يرافقه كبار رجال الأعمال الألمان رحلته في
نينغ تشينغ، وتمثل هذه الجولة أطول زيارة للمستشار إلى أي بلد منذ توليه منصبه. وتأتي زيارة شولتز على خلفية الحذر المتزايد في نظرة برلين تجاه الصين منذ بداية الصراع في أوكرانيا. وقد أعربت ألمانيا عن مخاوفها بشأن الممارسات غير العادلة من قبل الصين والمخاطر التي تهدد سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بتايوان، ودعت إلى وضع استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات تعرضت لها عدة مناطق في أفغانستان. وقال جنان سايق الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان إنه بحسب المعلومات الأولية تسببت الفيضانات في خسائر بشرية ومالية فادحة، حيث قضى 33 شخصا وأصيب 27 آخرون. وأوضح أن الأمطار تسببت في تدمير حوالي 600 منزل بشكل كلي أو جزئي، وجرف 580 كيلومترا من الطرق، مشيرا إلى أن قرابة 800 هكتار من الأراضي الزراعية غمرت بالمياه ونفق 200 رأس من الماشية. وتشهد حوالي 20 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 مستويات مرتفعة من تساقط الأمطار، بما فيها العاصمة كابول. في ختام هذه النشرة إليكم تذكير بالعناوين. مناقشة تنفيذ حملة التطعيم الوطنية في إقليم جنوب البحر الأحمر. إدارات الضواحي في أفعبد تعمل على الحفاظ على المواقع التاريخية. الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يعمل بجدية لتعزيز تأطراته. غوتيريش يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بين إيران وإسرائيل. شولتز يبدأ زيارة إلى الصين وسط قضايا تجارية وجيوسياسية معقدة. مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في أفغانستان. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.